السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة انا قررت قرار وقلت بقى ايه اصور معاكم كده من اول الفيديو. اولا عايزه اقول لكم ان ماما طلعت بالسلامه، الحمد لله اللهم لك الحمد. طلعت في البيت و يعني حالتها اتحسنت كتير عن الأول، لكن ما اتحسنتش خالص، في شوية تعب. لازم بقى تتابع مع دكاترة وتتابع مع طبعا دكتور القلب أساسي بتاعها. هو كان بيتصل بيا يعني من فترة للتانية، ماما وصلت لإيه، حالتها عاملة إيه، لأن المستشفى بعيد خالص عننا، عنه يعني عن المكان، عن المستشفى بتاعته. فكان بيرن عليا ماما وصلت لإيه، الحالة وصلت لإيه، وكنت أصور له ال اسمها ايه دي، التحاليل بتاعتها والاشاعات، وابعتها له على الواتساب. الله يبارك له، يعني ما كانش سايبنا خالص. واول ما طلعت قعدت يوم، يعني طلعت من العناية ارتاحت يوم، بعد كده رحنا عنده على طول وتتابع مع دكتور باطنة عشان السكر بتاعها ينتظم. هي بتاخد ماشية على انسولين، وعايزة اقول لكم انا بقالي كام يوم بقيس لها السكر 300 و390. انا معرفش السكر بيطلع مرة واحدة ليه كده. لو يعني لو قستهولها وهي مش واكلة بيبقى عالي، بعد الأكل بساعتين عالي، بعد الأكل بساعتين بيبقى 390 برضو، 350 كده، مفيش أقل من كده. تابعنا مع دكتور باطنة عشان السكر ينتظم. مفيش أي تحسن خالص، بخصوص اللي هو السكر المرتفع ده ما بينزلش أبدا. مشيت على علاج ومشيت على انسولين، مفيش اي حاجه. فان شاء الله بكره باذن الله عندنا مش بكره، بعد بكره يوم السبت عندنا استشاره عند الدكتور. طلب بقى تحاليل سكر تراكمي وسكر فاطر وكده، عشان يعرف يعني يحدد السكر بتاعها نوعه ايه، وعشان كمان يحدد الكورسات اللي هي هتمشي عليها ايه. فان شاء الله خير يعني، الله المستعان. المهم عايزه اقول لكم بقى انا عملت ايه. طبعا انا الفتره اللي فاتت من اول يعني اخر 10 ايام في رمضان، آه، وانا مع ماما في الدكاتره لحد وقتنا هذا، والله العظيم يعني ربنا يجعله بالشفاء يا رب. فرحيم ما كانش بيروح الحضانه بتاعته خالص. قعدته منها اخر 10 ايام. طبعا ما كنتش يعني كنا بننزل كتير، كمان في رمضان العزومات كنت بروح عند امي كتير كده يعني. ف من نص رمضان كده هو قعد من الحضانه، وقلت بعد رمضان على طول هوديه الحضانة بتاعته. بعديها لما ماما تعبت وكده، فانا طبعا ما عرفتش اوديه، فانا قررت ان انا هدخله حضانة تانية ورا البيت عندنا برضو، يعني جنبها، جنب الحضانة الأولانية، قريبة من بيتي يعني. هدخله حضانة تانية، بس هدخله هو وسيليا مع بعض، أرخص في المصاريف بتاعتها، لأن التانية من 12 ل4، لكن دي من 8 ل1. فمن 8 ل2، يعني أنا ممكن أوديهم 10 ل2، هو 4 ساعات، يعني مش هوديهم أكتر من كده. فانا هوديهم ان شاء الله من 10 ل2، بحيث الوقت اللي هو يبقى من 10 ل2 ده اقدر ان انا اروح فيه عند امي، اشوف بقى لو ناقصها حاجه اعمل لها الغدا كل يوم يعني، او اوديهم الحضانه واروح لها، وارجع على ميعاد اللي هو ايه، اخدهم من الحضانه على الساعه 2. فارجع اخدهم ونطلع البيت بقى، اشوف بقى ايه حياتي انا فوق، اللي هو اروق، اعمل غدايا، اخلص دنيتي كده يعني. قدرت اخلص دنيتي من بالليل، انا على طول اصلا بحب اعمل حاجتي من بالليل، فلو قدرت همشي دنيتي على كده الفترة الجاية. لاني طبعا دكاترة وكمان عندنا استشارات للدكاترة واشوف بقى هي لو هعمل لها غدا، هنروق الشقة، لو في حاجة عايزة تتعمل، غسيل، مواعين كده. فالوقت ده معايا كافي من 10 ل2 نخلص لها في دنيتها ان شاء الله يعني، ربنا يقويني. وارجع بعد كده اخد عيالي ونطلع. فانا هوديهم الشهر ده، هجربهم بحيث ايه الشهر ده ابقى مع امي كل يوم. لو احتاجت حاجة اعملها لها، اجيب لها مثلا خزين البيت وانا رايحة، اللي هو بحيث ايه يعني اقلل عليها مجهود شوية. وكمان هشوفهم شهر، اسلوب رحيمي اتغير، لقيت المستوى اقل، يعني مستوى اقل من الحضانة الاولانية، هطلعهم الاتنين وهدخلهم الحضانة اللي رحيم كان فيها. مش فاكرة اذا كنت قلت لكم ولا لا، اني كانوا هياخد يعني، كنت ادخل سيليا معاه بس ب750 في الشهر. فقلت بصراحة يعني استنى عليها شوية وكده، فجي موضوع ماما ده، فرحت نقلهم في حضانة تانية.
ولما ان شاء الله باذن الله ماما تروق كده وتقدر تقف على رجليها من تاني، اقدر ان انا اطلعهم في الحضانه دي وادخلهم حضانه اللي هي الحضانه اللي رحيم كان فيها، اللي هي حضانه رحيم. لو لقيت الاسلوب بتاعهم يعني لو ما لقيتش فيه تحسن، لقيت الاسلوب اتغير، طريقه الكلام ده كله هنقلهم على طول يعني. بس فالمهم جبت لهم، نزلت جبت الكراريس بتاعتهم. انا كان عندي معظم الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، يعني انا جبت لهم كراستين، بس كراستين، وجبت لهم برقتين وجبتين. لكن انا كان عندي الجلاد وكان عندي المساطر، كنت جايبه مساطر بقى، اللي هي المساطر دي اللي هي اللي قدامكم دي كان عليها اساميهم سيليا ورحيم. وكان عندي كده شويه حاجات بصراحه من طبعا بودي رحيم الحضانه الاولانيه بقاله يجي داخل في سنه اهو، فعندي كل المستلزمات دي. لما جبنا الاوضه بتاعتهم نقلت كل حاجه يعني تخصهم في الدولاب بتاعهم. ان شاء الله ابقى اعمل لكم جوله في الدولاب، يعني منظماه كده بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم. جايبه له منظمات، وكمان نقلت البطاطين فيه، يعني عملت كده شويه دلع فيه ان شاء الله، يعني اروق كده بس وابقى اعمل جوله فيه. فبس المهم هجلد بقى الكراريس بتاعتهم. انا بحب بصراحه، ما بحبش الامهات بقى اللي هي تجيبي يلا كراستين وقلمين وخلاص ترمي في الشنطه، لا انا اجلد الكراريس، وساعات بقعد اسطل لهم الكراريس كلها. رحيم كنت بسطل له الكراسه كلها من اول الكراسه لاخر الكراسه، اقعد كده ارسم له، اعمل له كده رسومات كده حلوه في الكراسه. كانت الميس تكتب لي شكرا يا ام رحيم على نظافه الكراسه، والله العظيم لو لقيت كراسه مكتوب فيها كده هبقى اوريها لكم. بحب بقى اللي هو ايه اجرد لهم الكراريس، اكتب لهم اساميهم، اسطر كده الكراسه كده من جوه، واحيانا بحب الدلع ده بصراحه. فعلى طول يعني ايدي في حاجتهم. بس فجبت كراريس وجلدتها، وكمان جبت الوايبس الصغير ده اللي هو الكيس ابو 5 جنيه، بحطهم معاهم في الشنطة عشان بعد الاكل بيمسحوا ايديهم يمسحوا وشهم كده يعني. وكمان جبت الرحيم شنطة كبيرة شوية، لان رحيم معاه كتب اللي هي بتاعت KG1، فهي معاه الكتب بتاعته طويلة، فالشنطة القصيرة بتاعته ما بتاخدش الكتب، يعني يا دوبك اللانش بوكس والكراستين بتاعته خلاص. هو لحد الان عايزه اقول لكم رحيم لحد الان ما خدش انجليزي خالص، هو بياخد عربي وحساب، حتى ما خدش ماس. ف هنشوف بقى الحضانة دي هتعمل معاه ايه بصراحة. هو داخل حافظ ألف ب ت س ج لحد حرف الجيم، وحافظ 1 2 3 4 لحد 10 بس، وبيعرف يكتب من 1 ل5 ومن الألف للت. انما الس والجيم لسه يعني بنشد حيلنا فيهم يعني. لكن انا عشان يعني اهملتهم الفتره اللي فاتت دي بصراحه، اهملتهم اهمال فظيع، اللي هو كانوا بياكلوا اي اكل، اي حاجه، مثلا هدومهم على طول، يعني ما مش اللي فاهمين، حتى لو اي حد بيهتم بيهم مش بيبقى زي اهتمامي بيهم. انا عيالي اللي هم ليهم اكل معين بحب اعمل لهم كده حاجات معينه في الاكل، في اللبس، في الحمى الكلام ده. فحاسه ان انا الفتره اللي فاتت كنت مش معاهم يعني، لكن ربنا يقوينا يا رب. المهم ده اللانش بوكس بتاع سيليا وبتاع رحيم، عايزه اقول لكم عندي من بدري. لكن بصوا، هو يعتبر بتاع خضار، اللي هو مثلا حبة رز مع حتة بانيه مع حبة خضار كده، يعني هو اللانش بوكس ده بتاع كده. لكن مش بتاع سندوتشات. انا بودي عيالي الحضانة بسندوتشات، مش باكل اللي هو ايه رز ومكرونة والكلام ده. انا بوديهم سندوتشات كفطار، والغدا ده في البيت عندنا. فاللانش بوكس قلت هعمل ايه، لان أنا ما كانش عندي غيرهم بصراحه. فقلت هشيل اللي هي الطبق الاستانلس اللي جوه، وهحط الساندوتشات من تحت وهقفل عليه، لان هو ما كانش هيقفل غير بالطبق الاستانلس ده. فبعد كده لقيت السندوتشات، العيال جولي تاني يوم السندوتشات هابطه خالص، فقلت اخلي لهم اللانش بوكس ده مثلا لما يخشوا المدرسه ولا حاجه، حابه ابعت معاهم مثلا لو عامله الغدا بدري وهم نازلين مثلا حبه مكرونه مع بانيه كده يعني، فهنبقوا نشوف يعني الدنيا ايه. وهشيل يعني هم راحوا بيه النهارده، لكن انا جبت لهم اللي هو اللانش بوكس العادي بقى اللي هو بتاع السندوتشات يعني، وده هشيله لما اكون مثلا عامله خضار مكرونه وحابه ان انا انزلهم الحضانه بيه يعني.
بس فمعلش احنا اللي عندنا العيش الفينو بعافية شوية، فتحسوه تحسوا الساندوتش اساسا مش ماسك نفسه، لكن طعمه زي السكر والله حلو. المهم هاكل كده. هاكل ايه؟ هعمل السندوتشات. طبعا حشيت بقى كل العيش الفينو اللي كنت جايباه، اللي هوديهم الحضانه بيها ودولهم، هم بيرجعوا لي بنفس السندوتشات. يعني الاتنين ما اكلوش، الاتنين رجعوا لي بنفس السندوتشات بتاعتهم، ما اكلوش غير حاجات بسيطه بس، اكلوا الكوكيز وخلاص. طبعا انا عشان طبعا هقوم الصبح يعني هنزلهم وهروح على امي، فببتدي ان انا احضر الحاجه بتاعتهم من بالليل، اللي هو اقومهم الصبح يلبسوا وخلاص. حتى والله اليوم ده ما لبسوش يعني. وديت رحيم بالترنج اللي كان عليه، وسيليا لبستها بس الترنج اللي انتوا هتشوفوا ليه لابساه، بس كنت محضره لهم تقوموا ينزلوا بيها، لكن الوقت ما سمحليش بصراحه، اللي هو بقوم الساعه 9 بقى عشان احضرهم واحضر يعني دنيتي والبس والبسهم، ولسه اروح عند امي اشوف امي عايزه ايه من السوق كده يعني، فبحس ان الوقت معايا مش مساعدني. وكنت جايبه ازاز ميه معدنيه، لكن سيليا انا فضيت نصها يعني، خليت لها ايه اللي هو بقين بس، شربتهم كان بهم، ما شربتهمش عشان ما يتقلبوش، عشان هي بتقلب يعني فاهمين، لو لقيت ميه ولا حاجه تقعد تقلبها، فقلت عشان ما تبوظش الكرس. لكن رحيم عاقل، انا بديله حاجته وانا مطمنه يعني. حضرت كل حاجه وكنت جايبه لهم عصير. الحاجات دي اللي هي العصير والميه انا كنت بجيبهم الصبح لو انا مش محضراهم لرحيم، لكن انا هنزل الساعه 9 ولا 10 فما بلاقيش حد فاتح، فبحضر الحاجه كده من بالليل بيبقى احسن يعني. لبست سيليا وصحيت رحيم واخدته زي ما هو كده، والله ما لبس ونزل بالطعم اللي هو كان عليه. سيليا عايزه اقول لكم اكتشفت حاجه في الشنطه بتاعتها، رجعت تعملها لي. اكتشفت ان الشنطه بتاعتها بتنور، فبقت يعني تاخد الشنطه في حضنها وهي نايمه عشان رحيم ما يتكش على اللعبه اللي هي بتنور دي. بس نزلنا كده، كمان كان انس ابن عمهم رايح معاهم الحضانه، عشان يعني كلهم بقى يبقوا في حضانة واحدة، عشان انا لو اتأخرت ولا حاجة مثلا، سلفتي وهي بتجيب ابنها بتجيبهم هما كمان، ولو انا اتأخرت مثلا عند ماما بتخليهم عندها لحد ما محمد يخلص شغله ويجي ياخدهم، او انا اخلص مثلا عند ماما واجي اخدهم ونطلع. بس رحت اخدتهم كده من الحضانة. اليوم ده انا جيت بدري فرحت اخدتهم من الحضانة. بصوا والله تحسوني ان انا وشي بهتين او تعبانة ما اعرفش مالي. بس رحت اخدتهم وكمان ماما كان اليوم ده عندها تحليل يعني، رحنا حللنا ووصلتها البيت ورجعت بقى انا تاني. اخدتهم من الحضانة، قلت كده مرجعهم شوية، المراجيح دي تحت البيت عندنا فمرجحتهم. وبعد كده اخدهم ونجيب حاجات، اجيب لهم كده حاجات عشان هم سمعوا الكلام وقعدوا هادين النهارده في الحضانه ما عملوش اي حاجه. سيليا اول ما دخلت عيطت، وبعد كده ما خلاص يعني هدت لما لقيت بقى العيل واللعب وكده سكتت. هروح كده اجيب شويه حاجات، عايزه اغسل، عندي غسيل فكان ناقصني كده شويه حاجات، هروح اجيبها وهم معايا. هركب توك توك كده لحد بيت الجمله، هجيب اللي انا عايزاه وهرجع على طول. المهم بصوا جبت اللي هو الكلور ده، كنت جايبه كلوريكس بس ما اعرفش ما صورتوش ليه. جبت اللي هو الكلور ده عشان بدعك بيهم الحمامات، الحمام قصدي، بقول لكم حمامات على اساس ان عندي كذا حمام. بدعك بيه الحمام واللي هو الحوض بتاع المواعين بر بتاع المطبخ، يعني بدعك كمان اللي هي البور، الرخامه بتاعه البور، اللي هو الكلور واللي هو الكلور الاخضر، الازازه الخضراء دي كمان حلوين جدا بصراحه بحبهم. في التنظيف بيبقوا ريحتهم حلوه جدا يعني، ريحتهم ما بتبقاش قويه، اللي هو كلور دي ما بحبهاش، ريحه الكلور دي بتعملي حساسيه. وجبت ازازه صغيره صابون مواعين، وجبت اللي هو مزيل البقع ده بتبقى بودر، لكن شايلين منها الكلور، نازعين منها الكلور دي، فهي بتبقى شبه الكلوريكس الالوان بس دي بتبقى اقوى شويه. حلوه جدا في غسيل يعني انا عندي شغل محمد عشان بيبقى في دم وكده وكده يعني، فلازم البودر ده في الغسيل. وحاجات العيال يعني، هدوم العيال اللي بيلعبوا بيها بقى ويمرمطوها، لازم اللي هو مزيل البقع ده بيبقى تحفه. واللي عايزه اقول لكم البرطمان اللي انتوا شفتوه ده ب100 جنيه ولا مش عارفه 90 حاجه زي كده، وبيقعد معايا شهر وشويه، ممكن يقعد معايا شهر ونص، لاني باخد نص معلقه منه يعني، فالنص المعلقه بتاعته قويه.
عقبال بقى ما علقت على الغسيل بتاعي، قلت كده هعلق على فم غسيل عقبال ما يخلص هعمل كده الاوضه. كانت الدنيا عندنا متمرمطه شويه، فقلت كده هلم على قد ما اقدر. عايزه اقول لكم ان انا اللهم صل على النبي، كان عندي حافظتين فرشتهم. الكلام ده بعد العيد والله، فرشت مش في العيد. ما عملتش اي حاجه في العيد خالص، حتى حاجات رمضان لسه ما لمتهاش. والله العظيم مستنيه كده اما ارجع واقعد كده خالص وما انزلش خالص، هبقى اخلص بقى دنيتي. هنا العيال كانوا نايمين، فنقلت كل واحد في سرير وسويت كده حواليهم الدنيا وخلاص. بعد كده قلت هدخل بعديها بساعة عملت بقى، طلعت عملت الغدا وخلصت دنيتي ودخلت بقى سويت باقي الأوضة وخلاص على كده. ده كان فيديو النهاردة، ورب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.